مساء الخير. مساء الخير خوتي الأعزاء، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. طبعا انتم على بالكم الكارثه اللي صارت البارح، نقدروا نقولوا بانها كارثه ليست على الجزائر بل كارثه على فرنسا متابعينا الكرام، حيث قرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين. هذا القرار الذي وصفه الجميع بأنه قرار من رئيس ودولة يائسة بعد كل المحاولات الفاشلة من اليمين المتطرف الفرنسي والرئيس الفرنسي والكيان الفرنسي أن يضغط على الجزائر، لكن دون فائدة. هذه الضغوطات التي وصفت بأنها أو بأن القناع سقط عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أراد ضرب الجزائر والمصلحة العليا للجزائر. كل الجزائريين كانوا يترقبون هذا القرار. حفيظ الراجي رد على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن هذا القرار ولا شيء بالنسبة للجزائر ولا للدولة الجزائرية. لماذا؟ لأن الجزائر سبق لها أن منعت مسؤوليها من زيارة فرنسا، سواء للزيارات الدبلوماسية أو الزيارات السياحية أو أي زيارة من أي نوع كانت. سبقت للجزائر أن منعت مسؤوليها، وهذا حسب طبعا القرار الوزاري 0445 الذي خرج قبل 3 أشهر من الآن. يعني حفيظ الراجي متابعينا الكرام عجبني كيف رد على ماكرون لما قال بأن الجزائر ليست محمية فرنسية وليست تابعة لكم ولسنا تابعين لكم تدخلونها ببطاقة التعريف. وهذا طبعا يعني راح تكلم على النظام المخزن وتكلم على الزريبة التي يدخلها الفرنسيون ببطاقة التعريف فقط حسب المسؤولين الفرنسيين وحسب الإعلام الفرنسي. المسؤول الفرنسي يدخل إلى الزريبة ليس فقط ببطاقة التعريف، يدخل فقط بالنية، يعني يجي يدخل إلى تلك الزريبة عادي جدا. أما بالنسبة للجزائر متابعينا الكرام، الضغط الفرنسي قبل 5 أشهر أو 6 أشهر محاولا إطلاق سراح طبعا بوعلام سنصال والصحفي جيريمي الموجود بالجزائر اللي عنده اتهام طبعا تمجيد الإرهاب في الجزائر، اللي ضربوه ب5 سنوات، وبوعلام أو 7 سنوات، وبوعلام سنصال اللي ضربوه ب5 سنوات. الضغوطات الفرنسية متابعينا الكرام التي كانت من أجل محاولة لضرب الجزائر وضرب اقتصاد الجزائر وضرب المصلحة العليا للدولة الجزائرية، لكن دون فائدة متابعينا الكرام. لماذا؟ لأن الجزائر سيدة القرار. ايمانويل ماكرون الخبيث اليوم سقط قناعه بعد أن كان يتخبى أو يختفي وراء اليمين المتطرف، والإعلام الذي كان يدعو الجزائريين إلى الوقوف مع ماكرون ودعم فرنسا ودعم ماكرون. قال لكم أنا والله غير الإعلام تاعنا غير يحبس لي مخي. إعلام تاعنا تقريبا 8 أشهر وهو يتهم اليمين المتطرف الفرنسي بأنه يقف وراء ضرب الجزائر. حتى بعض التصريحات يقولوا باللي ماكرون خطيه مسكين، ماكرون ناس ملاح، الدولة الفرنسية ناس ملاح، اليمين المتطرف. ها هو الآن اليمين المتطرف وفرنسا يجسدان وجها واحدة وعملة واحدة لوجهين ماكرون واليمين المتطرف. استعمار قديم ارتكب الكوارث في الجزائر ولا زال يريد أن يرتكب الكوارث. إذن من هذا نستنتج بأن فرنسا تبقى دائما العدو الأبدي للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري، وأن هذا القرار سوف يقابله عقوبات رد جزائري صارم بإذن الله. خوتنا فقط اللي ما راهش مشترك في القناة، من فضلكم خوتي ادعمونا باللايكات والبرتاج. إن شاء الله المساء وغدا إن شاء الله سوف نوافيكم بجديد الأخبار حول ما يحدث أو حول العلاقات الجزائرية الفرنسية وحول القرار الجديد الذي سوف تتخذه الجزائر. أنا متأكد تمام التأكد بأن الجزائر لن تتفانى في الرد بقوة على فرنسا، خاصة بعد القرار الجزائري بمنع المسؤولين حتى ماكرون من دخول إلى الجزائر. ماكرون يحتاج فيزا باش يدخل إلى الجزائر، وهذا ما يسمى بالنيف الجزائري والمعاملة بالمثل. السلام عليكم.